كتير مننا بيبقى عنده أفكار كتير للمحتوى وعايز يكتبها، بس ما بيبقاش عارف يعمل هوك قوي يجذب بيه الناس عشان تقرأ المحتوى أو الإعلان. عشان كده في الفيديو ده هقولك إزاي بستخدم فكرة واحدة وأبدأ أخرج منها 7 هوكات مختلفة. هنا هستخدم مثال وهو منتج مكمل غذائي اسمه إكس. أول طريقة هي طريقة السيناريو، بتعمل سيناريو الخطوات اللي العميل أخدها. على سبيل المثال بتروح الجيم وما عندكش وقت تاكل أكل صحي، يبقى لازم تشتري المكمل الغذائي إكس. تاني طريقة هي قاعدة لو، هتستخدم كلمة لو عشان تشد انتباه العميل. المثال بتاعنا: لو جربت مكملات كتير وما حبيتش طعمها، ده عشان انت ما جربتش المكمل الغذائي إكس. تالت طريقة هي تجربة العملاء، هتستخدم تجربة العملاء السابقين عشان تأكد الثقة في المنتج أو الخدمة اللي انت بتقدمها. في المثال بتاعنا أكتر من 15 عميل جربوا المكمل الغذائي إكس، تقدر تدخل على اللينك وتشوف النتائج بنفسك. رابع طريقة هي استخدام المشاهير، هتجيب شخص مشهور بيستخدم المنتج أو الخدمة بتاعتك عشان تثبته في ذهن العميل. على سبيل المثال هتقول بيج رامي كان بيستخدم المكمل الغذائي إكس، لو عايز تعمل فورمة قوية زي بيج رامي استخدم نفس المكمل. خامس طريقة هي خسارة الفلوس، هتستخدم التجارب السيئة في صرف الفلوس على المنتج أو خدمة ما بيحققش النتائج. على سبيل المثال هتقول أنا خسرت فوق 20,000 جنيه على مكملات غذائية ما جابتش نتيجة لحد ما جربت المكمل الغذائي إكس. سادس طريقة هي إن أنت تعمل نفسك العميل وتتكلم عن المعاناة اللي بيعيشها لحد ما تلاقي المنتج اللي أنت عايزه. على سبيل المثال هتقول أنا قعدت كتير مش عارف آخد العناصر الغذائية اللي جسمي محتاجها لحد ما جربت المكمل الغذائي إكس. سابع طريقة هي الهوك التقليدي اللي كل الناس بتستخدمه، أو أنا كمان استخدمته في الفيديو ده، إن أنت بتقول إزاي تطلع فكرة واحدة من 7 أفكار مختلفة.